ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه النهارده؟ انتوا اكيد قريتوا بقى في العنوان. النهارده هنقضيها كده رنجة وفسيخ، حاجات من التحابيش الحلوه اللي الناس كلها بتحبها دي. اللي ملهوش بقى في الفسيخ وبيتقرف وكده يطلع من الفيديو خالص. هنا هعمل النهارده رنجة مطبوخه، شبه الشاورما الرنجة كده. هنحط هنا 3 معالق زيت. هي الطاسه كده كده انا كنت مسخناها، وهنزل عليهم بصلايه مقطعه. احنا مش بنشوح ولا احنا بس بنشم الريحة، ولا هنشوح ولا هندبل. واعملوا حسابكم يا جماعة، اللي هيعمل الأكلة دي الرنجة تبقى لو حادقة يا ريت ما تعملوش الطريقة دي، لأنها الرنجة بتملح أكتر. احنا كده كده مش هنحط ولا ملح ولا فلفل ولا حاجة من دي. يا كده أنا شميت الريحة بتاعت البصلة. معانا هنا بقى فلفل ألوان أصفر واخضر وأحمر، هنزل عليهم ندلع الطاسة كده يعني. لو كان في بصل اخضر بقى كانت هتبقى في حتة تانية خالص، بس الايام دي مش موسم البصل الاخضر ده. احنا بس نديله تشويحة، كله ياخد من بعضه كده. ومعانا هنا بقى انا كنت مقطعه الرنجة قطع. انتوا اكيد بقى عارفين بتتخلى ازاي. بنقطع معلش عشان صوت بس العيال. احنا بنقطع الراس في الرنجة لما بنيجي نخليها، بنقطع الراس ونقطع الديل ونطلع السلسلة، وبسكينة كده علشان ننضفها بنيجي من على طرفها كده، بنشيل الشوك ونشيل اللي هي البتاع اللي بتبقى سودة كده في الجناب، وبنيجي من النص كده نقوم بصبعنا بنقوم فاصلين الجلد عن اللحم. طريقتها سهلة قوي. في مرة تانية هبقى اوريلكم ازاي بتتخلى. هنزل عليها بقى كده. ما تحطوش طماطم يا جماعه، الطماطم بتتزفر، بتبقى ريحه طعمها رنجه، مش ما بناخدش طعم الطماطم. ولا نحط طماطم ولا نحط خيار في الوصفه دي. عايزين تحطوا طماطم وخيار لو انتوا هتعملوها سلطه خارجيه مش على النار، مش مطبوخه. تغيير دي زي مش كل مره بقى يعني نعمل طحينه وسلطه عاديه ونحط ليمون وخلاص. لا، دي تغيير كده وبتغير في الطعم. في المرحله دي بقى هعصر عصير ليمونه. تسمعوا صوت الطشه بتاعت الليمون كده. بصوا عمل ازاي، خد لون. تحسوا ان هي خدت لون زي السمك الفاتح كده. اهي اهي. دي لو عايزين تحشوها في كريب هتبقى حلوه قوي.
دي خلاص كده هحطها في الطبق واوريلكم الفسيخ بقى والرنجة وكله مع بعض. بصوا حبايبي اهي طعمها وهمي. وهنا كان عندي فسيخ حطاه في زيت وكده كنت خلياه، ودي البطارخ اللي طلعت من الرنجة، وطبق سلطة حلو قوي، وعيش بلدي طبعا. هنا ما بيحبوش عندي الطحينة، عشان كده انا ما عملتش طحينة ولا بطاطس. زهقنا بصراحة، احنا في الصيام على طول بنعمل بطاطس وكده، فزهقنا قلنا نغير شوية. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصل لكم كل فيديو بنزله. ويلا باي باي، وبألف هنا وشفا على قلبكم. باي باي.